بقى تقول هبدأ في الوقت ده، خلاص لازم الاسبوع الجاي ده اظبط الدنيا وارتب كل حاجة واخلصها، ده انا هعمل جداول، ده انا هسوي الهوايل، وما بيحصلش حاجة عزيزي المشاهد. يجي يوم السبت وبعده الحد وتقول بقى هبدأ خلاص الاسبوع الجاي عشان ابقى فايق، ما بيحصلش، مفيش حاجة بتحصل. منك غير حاجة واحدة يا ابني، مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجة واحدة، اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجة جت حلوة فربنا كرمك على تعبك، جت وحشة ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجة الوحشة ربنا بينزل على بيتكم كده انك ما عندكش حدث دي مصيبه كبيره، لان حضرتك كده نسيت حلمك. فاكر الهجوم اللي كان حاصل في اول السنه، فاكر الكلام ده؟ نسيت الحلم اللي انت كنت داخل السنه عشانه، نسيت الهدف اللي انت رسمه اصلا من 3 4 5 سنين، نسيت الحلم اللي اهلك بيحلموه فيك. لازم تفتكر كل الاحلام دي وتحطها قدامك كده نصب عينيك. طب ده بالنسبه للحماس. بالنسبه بقى يا دكتور، لان انا اصلا مخنوق، عايز اشكي دايما، عايز اقول همومي دايما، عايز اعيط على طول، عايز اصيح على طول، عايز انصب النكد والغم على طول في كل حته حواليا، وعايز اوزع طاقه سلبيه على الناس كده. اعمل ايه؟ شوف يا سيدي، ما تشكيش لحد وما تسالش حد. عندك رب كريم، ربك اللي خلقك اساله، ربك اللي خلقك كل الانبياء. لا انا بتكلم دلوقتي مقارنات بينك وبين اقرانك، او بينك وبين اقرانك، اللي انت تبقى نسخه مستنسخه منه. هل المطلوب من حاجه ان انت تبقى نسخه مستنسخه منه؟ ايش استفدنا انت ان احنا بقينا عندنا 2 متكررين يعني؟ ما استفدناش حاجه. اذا يبقى فكره المقارنه في حد ذاتها هي فكره مرفوضه، فكره مرفوضه. حضرتك بعد اذنك ما تدخلش نفسك في مقارنات مع حد، ولا تقارن نفسك بابن خالتك ولا ابن عمتك، ولا تقارن نفسك بين صحابك، ولا تقارنش نفسك خالص. انا مش دعوه يا باشا، انت يا عم ربنا يزيدك وربنا يمن عليك وكل حاجه، انا يهمني نفسي. انا النهارده عندي مشاكل ايه عشان اعرف اعالجها، فما تبقاش عندي موجوده بكره، عشان ما تبقاش موجوده عندي بعد اسبوع، عشان ما تبقاش عندي موجوده بعد اسبوعين، عشان ما تبقاش عندي موجوده بعد شهر. ده دوري في ثانويه عامه، دراسيا وحياتيا ودينيا وكل حاجه. خلاص تمام. فبلاش مقارنه، لان احيانا المقارنات بتضعف النفوس، فبتخلي النفس تلعب مع الشيطان، بيخش برضه الدخله دي، فيقول لك شايف فلان بيعمل ايه؟ اعمل زيه، ما عرفتش خلاص يبقى انت فاشل، يبقى انت مش نافع. لا يا قلبي، لا، هو فلان مش هو ده النموذج اللي بيحتذى بيه. انا قصدي فلان من اقرانك، من اصدقائك، تمام كده؟ خلاص، مش هو ده شرط النموذج. امال مين النموذج؟ حضرتك في ثانويه عامه مطلوب من حضرتك تعرف ايه مشاكلك وتعالجها، بس كده. مش مهم مين سابق ومين الاول ومين التاني ومين بدا الاول ومين بدا، المهم حضرتك النهارده ايه مشاكلي واعرف اعالجها ازاي. فما تدخلش نفسك في مقارنات، حتى في البيت لو اجبروك او قالوا لك او اجبروك على فكره الدخول في مقارنات، اسمع وقول حاضر وطلع من الناحيه التانيه. تمام يا سيدنا؟ خلاص.